السلام عليكم، صباحكم زي الفل. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض وجبه سهله جدا وسريعه وما بتاخدش وقت خالص في التجهيز بتاعها، وان شاء الله بجد يعني هتعجبكم جدا. تنفع غدا وكمان تنفع جدا في العشاء، خفيفه قوي وبجد يعني طعمها حلو قوي. مش هنتكلم بقى عن الوصفه بتاعتنا كتير، تعالوا نشوف الطريقه والمقادير. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على المقادير بتاعتنا. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده انا معايا تقريبا يعني كيلو بطاطس، واقشره كويس قوي وبعد كده هغسله. ومعايا كمان نص كيلو رز بسمتي، انا بستخدم الرز البسمتي اللي هو الهندي، الحبايه بتاعته طويله شويه واللون بتاعه اصفر. النص كيلو ده تقريبا يعني عامل 15 جنيه. لو انت حابه تعملي الاكله دي بالرز المصري العادي هينفع برضو، مش هيقولك لا. اول حاجه طبعا هغسل الرز بتاعي ده كويس جدا وهصفيه من الميه، وبعد كده هرجع انقعه بقى في ميه كده لمده نص ساعه علشان ينفش شويه وما ياخدش يعني ميه كتير في السوى. خلاص كده نقعت الرز بتاعي بقى هركنه على جنب. ودلوقتي هنا معايا بصلايه كبيره هخرطها ناعم خالص، وممكن برضو تعمليها بالمبشره. وبالنسبه للبطاطس برضو هنقطعها كده تقطيعها هتكون كبيره شويه مش صغيره، لانها هتستوي مع الرز على النار، فانتي لو صغرتي التقطيع يعني بتاعتها هتلاقيها اتهرت خالص مع الرز. لكن لما بتعمليها كده قطع كبيره هتلاقيها محتفظه بشخصيتها وكيانها كده لغايه الاخر. وهنا معايا صدر فرخه زي ما انتم شايفين كده، انا طبعا غسلاه كويس جدا بميه وملح وخل. وبعد كده بقطعه برضو كده مكعبات كبيره ما تكونش صغيره. في حله بقى نضيفها على النار نحط فيها شويه زيت صغيرين، تقريبا معلقتين زيت. ومعلقه صغيره زبده ممكن تستبدليها بالسمنه. واول ما الزبده والزيت بيسخنوا كويس قوي بروح نازله على طول بالبصل علشان يتشوح كويس قوي. وبالنسبه للبصل يا جماعه مش هنخليه ياخد لون، يا دوب بس كده يدبل شويه. ودلوقتي هنزل عليه بقى بمكعبات الفراخ، اللي هي صدر الفرخه اللي احنا كنا مقطعينه. وعلى فكره صدر الفرخه ده انت ممكن تستخدمي بداله فرخه كامله وتقطعيها، بس تقطعيها قطع صغيره. وزي ما انتوا واخدين بالكم كده ان انا شوحت بقى الفراخ كويس قوي مع البصل كده لغايه لما حسيت انها خدت صدمه كويس قوي. وبعدين هروح نازله بمكعبات البطاطس، وهنقلب بقى الحاجات دي كلها كويس جدا مع بعض لغايه لما تتشوح كده مع بعض كويس جدا. وبالنسبه بقى للتوابل بتاعتي هيبقى فيها الملح والفلفل، ده طبعا حاجه اساسيه. وكمان معلقه كده ما تكونش مليانه قوي من البهارات بتاعه الكبسه، ممكن تستبدليها ببهارات الفراخ. وكمان ورق لورا، ولو عندك حبهان برضو حطي. وشويه كمان من الكركم. هنقلب بقى البهارات كويس قوي كده مع اللحمه والبطاطس او الفراخ والبطاطس معلش. ونخلي بقى التوابل تتحمص كويس قوي. وبعد كده هننزل بمعلقتين كده كبار من صلصة الطماطم اللي هي المعلبة. لو مش حابة ان انت تحطيهم ممكن تستغني عنهم خالص، هينفع يعني مش هيقول لأ.
وبعدين نقلب بقى صلصة الطماطم كويس قوي مع مكعبات البطاطس والفراخ. ودلوقتي هنزل عليها بكوبايتين ميه كبار، وبعد كده هغطي بقى على الحاجات دي بالغطا بتاع الحله، وهسيبها كده لمده يعني 10 دقايق او ربع ساعه، لغايه لما احس ان الفراخ يعني استوت، والبطاطس يعني تقريبا يتسوي يا جماعه نص سوا مش اكتر من كده، علشان يكملوا التسويه بتاعتهم مع الرز، لان انت لو سويتيهم تسويه كامله البطاطس هتتري معاكي خالص. دلوقتي هنجهز مع بعض شوية بقى من سلطة الزبادي بالخيار او سلطة الزبادي. هيبقى معايا كده 2 خيارة كبيرة هنبشرهم بالمبشرة ناعم خالص. وفي طبق نجيب بقى نحط الخيار اللي احنا بشرناه، وبعد كده هننزل عليه بعلبتين زبادي، الزبادي البلدي او المعلب زي ما انت عايزة. وهننزل على الزبادي برشة صغيرة خالص ملح ورشة فلفل، يعني حاجة بسيطة خالص بين صوابعك، وكمان نص معلقة صغيرة ما تكونش مليانة توم اللي هو المفروم الناعم. لو عندك النعناع الاخضر برضو ممكن تحطي كده ورقتين نعناع اخضر مفرومين هيدوكي طعم حلو قوي. وبعد كده تقلبي بقى الزبادي كويس قوي كده مع الخيار. خلاص كده هي الفراخ بقى والبطاطس استووا تقريبا نص سوا. دلوقتي هصفي الرز كويس قوي بقى من ميته، وهنزل على البطاطس بالفراخ دي بالرز. وبعد كده هنظبط بقى المية بتاعته، وتشوفي برضو الحياء بتاعه بالنسبة يعني للملح. لو حسيت ان الملح بتاعه برضو قل، علشان طبعا المية اللي احنا حطيناها دي، ممكن تزودي كده رشة بسيطة خالص بين صوابعك. وهتقفلي بقى على الحلة دي بالغطا بتاعها، وتسيبيها كده على النار في الاول على نار عالية لمدة مثلا 5 دقايق. وبعد كده بتحطي تحت الحلة الشياطة، وبتهدي النار خالص لغايه بقى ما الرز ده يستوي. وده كده كان الشكل النهائي بقى للاكله بتاعتنا الجباره، اللي بجد ما بتاخدش وقت خالص، كلها في حله واحده، وبجد في منتهى الجمال، طعم وريحه بقى مش عايزه اقول لكم حلوه جدا. وعلى فكره لو حابه ان انت تستبدلي القطعه بتاعه الفراخ دي بقطعه لحمه ينفع. وده بقى كان الشكل النهائي بقى للاكله بتاعتنا الجباره. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله بجد مشهيه جدا. بتحطي بقى سلطه الزبادي ده على الرز وتاكلي بقى بالهنا والشفا. زي ما قلت لكم انها تنفع يعني وجبه غدا كده سريعه او عشاء برضو حلو قوي. زي ما انتم شفتوا كده مكوناتها يعني سهله قوي وخفيفه كمان ما فيهاش شغل كتير. اتمنى بقى ان كلكم تجربوها يا حبايب قلبي، وان شاء الله هتعجبكم جدا. بالهنا والشفا ليكم كلكم، والهنا والشفا كمان اللي هياكل واللي هيجرب الطريقه. هستنى بقى تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو. اشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد. مع السلامه.